السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا مزيانين وانتم جا تشوفوا فيديو اليوم ان شاء الله رجعت معكم فيديو خفيف ظريف. غادي نرجع معكم بشويه بشويه ان شاء الله بعد هذه الوقفه، هذه وقفه استراحه اللي كانت لي ظروف خاصه. المهم ان شاء الله الغايب حجته معاه كما كيقولوا. ان شاء الله غادي نرجعوا بشويه بشويه عاوتاني، غنرجع بشويه بشويه للقناه ان شاء الله. نشارك معكم وصفات عاوتاني خفيفه ظريفه وسهله ماهله وما غاديش تحتاج منا وقت طويل ومقادير هكا اللي كيكونوا ثاني موجودين في الدار. غادي اليوم نشارك معكم ان شاء الله واحد لي بانكيك اللي كيجيو ساهلين. غادي تشوفوا معايا هنايا المقادير وطريقه التحضير. هنايا درت 2 بيضات. الناس اللي بغيتو هاد الكميه هذه غير 2 بيضات راه كيخرجوا خير ربي، ولكن المهم اللي بغى يضاعف الكميه يقدر يدير ضعف الكميه ديال كلشي اللي غادي ندير دابا. درت 2 بيضات ودرت كاس ديال السكر سنيده. غادي نضيف دابا كاس ما عامرش بزاف ديال الزيت، زيت المائده. شفتوا معايا كاس الا ربع. غادي نضيفو حتى هو. خلطت هذاك البيض مع السكر وقبيصه الملح هو الاول حتى كيولي بيض بحال هكا كيتغير اللون ديالو. عاد كنضيف الزيت من بعد. غادي نخلط واحد شويه عاوتاني وغادي نضيف من بعد واحد 2 كيسان ديال الحليب. المهم انا كنقول لكم كاس 2 كيسان، ما غاديش نعطيكم بالعبار لان بزاف د المرات ما كيكونش الميزان حاضر في الدار. نتوما الكاس اللي كتشربوا فيه اتاي كما قلت لكم، الكاس اللي كتشربوا فيه اتاي. وقفت الاوديو لانني الصوص ديالي شويه سمحوا لي استسمح لان ضربني البرد، الصوص ديالي شويه مبحبح. الكاس اللي كتشربوا به اتاي هو اللي تعبروا به المقادير كامله. هنا عندي 2 ساشيات ديال السكر فاني درتهم حتى هما. الا عندكم الفاني هكا سائل حتى هو تقدروا ديروا واحد 2 معالق صغار اولا معلقه كبيره. درت 2 ساشيات ديال الفاني. من قبل قلت لكم الكاس عبروا به كلشي، يعني الزيت والحليب. درت انا كاس ديال الزيت ما عمرش و2 كيسان د الحليب. دفيتهم بطبيعه الحال. دفيو الحليب والبيض يكون خارج من الثلاجه، تكونوا مخرجينه قبل ما تستعملوه باش يطلع عليكم داك البانكيك زوين. ها نتوما غتشوفوا معايا دابا الحليب كندفيه، غير دفيوه ما تسخنوش بزاف. ودابا الدقيقه البنات غادي نبدا نضيف حسب الخليط. نتوما غتشوفوا معايا الخليط كي غيبقى في الاخر. غادي نبدا نضيف الدقيق هكا بهذا الغربال هذا. المهم نضيفوه بالغربال وخلطوه باش ما يتكونش معكم هكا كويرات. خلطوا مزيان الدقيق وزيدوا. وانتم غادي تشوفوا معايا الخليط اللي غنحصل عليه. هذا هو القوام اللي كنقلب عليه. شوفوا معايا هنايا كيكون شويه جاري على الخليط ديال الكيك. كنوقف الاوديو كنعاود نسجل لان الصوت ديالي صراحه ماشي. ودابا معا كنهضر كيزيد يمشي ليا اكثر. دابا ضفت واحد الكيس ديال الخميره الحلويات فيها 15 غرام صافي. هذه فيها 14 ولكن المهم انا موالفه كندير واحد الساشي فيه 15 غرام كتجيني هي هذيك مع هاد الكميه هذه اللي كندير. يلاه كيطلعوا زوينين. المهم هذا هو الخليط. حتى لهنا ديروه بحال هكا. الا عندكم اضافات زيدوها لان كل حاجه كما قلت لكم اي حاجه ضفتوها راه كتجي بنينه. انا هنا عندي هاد الكركاع هذا غادي نهرسو صافي. غادي نهرسو ان شاء الله وغادي ناخذ منه واحد الحبيبات باش غادي نضيفهم تما. وغادي نضيف الشوكولات. شوفوا الا كان عندكم الشكلاط هكا فيرميسيل ضيفوه. الا كان عندكم داك الشوكلاط حبيبات ضيفوه. الا ما كانش عندكم وعندكم الشكلاط عادي ديال الماكله هكا طابليطه تقدروا تشدوه يا اما تحكوه يا اما تقطعوه بالموس بحال هكا كما غندير انا دابا. غادي تشوفوا معايا وغادي نضيفو ان شاء الله. هنايا كانت عندي مروخه. هاد الشكلاط هذا شديته غادي نقطعو بحال هكا. المهم بعد راه مور الكاميرا حيدته وشديت القطعه وحطيتها تما وقطعته مزيان طقطقته عاد ضفتو لان الطريقه هذه ما سلكاتنيش. كان اللي بغى يزرب كيتعطل. بغيت زعما نزرب هكا باش ما نجبدش عليا قوه المعن، ولكن في الاخر صدقت جبده عاوتاني القطاعه قطعته مزيان. المهم هانتوما شوفوا القوام كي داير بحال القوام ديال الكيك. شويه جاري عليه غير شويه ماشي بزاف. المهم انا عندي المقلاة ديال البانكيك جبدتها هنايا سخنتها وكنهزها كنغسلها بالماء وعاد كنبدا نطيب فيها. ضروري البنات الا عندكم هاد المقلاة هادي بحال الطياب ديال البغرير. وهانتوما غادي تشوفوا من غنقلبهم. انا واخا هكاك راه خليتهم هنايا تحمروا واحد شويه ولكن المهم ما تحمروهمش بزاف. يجيو بيضين كيجيو زوينين. شكلوا المذاق ما تحرقوهمش بزاف. الا كيتحركوا راه كيجيو شويه. المهم كيجيو مرين كيجيو الديكور ما عطينش ديكور زوين.
المهم كما كتشوفوا هنايا غادي نكمل الطياب ديالهم. هانتوما كتشوفوا هنايا حاولوا ما تحمروهمش بزاف كما قلت لكم، راه هذا هو الطياب ديالهم كيجيو هكا زوينين. شفتوا معايا كيتنفخوا، كيجيو منفوخين وكيجيو مفشفشين من الداخل، يعني كيجي المذاق ديالهم واعر، ولا تيكستور حتى هي كتكون اسبونقوصه، يعني كيكونوا مفشفشين يعني بحال واعر واعر، كيجي زوين، كيجي محمر هكا من برا مقرمش ومن الداخل كيكون رطيطب. المهم انا كما قلت لكم اللي عندكم زينوا به، ما عندكم حتى شي حاجه تبارك الله، شوفوا ديروا غير العجين بحال هكاك والمذاق ديال الفاني هذا راه كيجي زوين. المهم واي اضافه كما قلت لكم راه كتجي بنينه. اللي عندكم كاوكاو، عندكم اللوز، عندكم الكركاع، عندكم الشكلاط، اللي عندكم ضيفوه لوحو تمايا، عندكم قشور الليمون حكوه وضيفوه حتى هما صافي. المهم هذا هو الشكل ديالو، انا كنقدمه بحال هكا، الاخر كنخليه بحال هكاك لان كاينين وليداتي شي مرات كيبغيو ياكلوه بوحديتو مع الحليب هكا ولا مع اتاي، وشي مرات كندهنوا ليهم بالكريمه ديال الكاوكاو. الكريمه ديال الكاوكاو اللي دايره بحال املو، راه قلت لكم راني مشاركه معكم بزاف المرات كناخذها من ميركادونا، وشي مرات كيديو معاهم للمدرسه. وهاد الرويوس هادو حتى هما كنوجدهم بحال هكا، كنحطوهم قدامنا الا كنا جالسين بحال هكا مجموعين كنتفرجوا في شي حاجه، راهم هادو كان فيهم خضيره فيهم كلشي. المهم لا كيهمكم الامر مره اخرى نشاركهم معكم ان شاء الله. خليتكم في امان الله، نتمنى ان شاء الله الدعم ديالكم، والى اللقاء.